ما على باليش اذا كنتوا كليتوها بهذه الطريقه، بصح راكم تراطيو اذا مازال ما جربتوها، ولازم تكون الفطور تاع غدوه ان شاء الله للجمعه. السلام عليكم، جيتكم اليوم بطبق الدويده معروف في الشرق الجزائري ويديروه هم متوانسه، يجي بزاف بنين، درتها لكم حمراء تجي مجمره بزاف بنينه سهله مهله وبنتها كي العاده لهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها في طنجره درت فيها شويه تاع الزيت شويه تاع السمن، حطيت زوج ريسان تاع الحار بهذه الطريقه يتقلاو حتى وين يتحمروا. انا الحار تاعي ما كانش حار بزاف، نحيتهم بعد ما تحمروا. درت هنا مراسم تاع الجد، درت مراسم تاع اللحم، تحبوا ديروا اللحم وحده ولا الدجاج وحده كيما حبيتوا. نقليهم مليح حتى يطلقوا كامل هذيك البنه. نجيب حبه تاع بصل مع زوج سنات تاع الثوم اللي يكون سكرفشتهم ولا رحيتهم كيما حبيتوا ولا تقطعوهم، نحطهم يتقلاو مع قرصه تاع الملح حتى يدبل مليح هذاك البصل. نزيد عليهم زوج حبات تاع الطوماطيش اللي كنت رحيتهم مع مغرف كبيره تاع طوماطيش تاع الباطا، وتوابل مكتوبين تحت لا فيديو بالتفصيل. نخليهم يتقلاو مليح، شوفوا خلوهم يتقلاو مليح مليح. بعدها نجي نمرق بما يكون سخون، نمرقوا تمريقه تكون مليحه. هنا في جفنه نروح نجيب الفيرميسيل تاع عمور ذات الجوده العاليه، واهم حاجه انه منتوجات عمور مخدومه بقمح 100% جزائري. كيما شفتوا هنايا خديت باكي ونص تاع الفيرميسيل، تقدروا تقولوا واحد 750 غرام هكذاك. حطيتها في جفنه، درت لها كميه تكون مليحه تاع الزيت، لازم كامل الحبات تدخلوا لهم مليح هذاك الزيت. ونحط ديريكتوم الفيرميسيل هنايا في كسكس ونديرها تفور فوق المرقه اللي كنا طيبناها. لازم تخلوها تطول شويه في التفويره الاولى. نحطها ديريكتوم في الجفنه ونجي ندير عليها 3 غرارف تاع المرقه اللي راهي طيب اللي كنا طيبناها، وندير لها كميه تاع الملح حسب الذوق ونخليها تشرب. هنا نروح نحي هذاك الدجاج بعد ما طاب اللحم نكمل نخليه يطيب. هنا ضفت الخضره، انا درت الزروديه والبطاطا، وانتم تحبوا ديروا الخضره اللي حبيتوها كيما حبيتوها، ما تحبوا تضيفوا القرعه ديروا. هنا عاود رجعتها للكسكاس، درتها تفور فوق المرقه. بعد ما فرت التفويره الثانيه زدت لها زوج غرارف تاع المرقه، خلطتها مليح خليتها تشرب، ونديرها تفور التفويره الثالثه والاخيره، وهكذا نروحوا نجمروها. هذيك المرقه كنت نحيت لها اللحم والخضره بعد ما طابوا، ونجي نضيف على هذه المرقه على نار تكون قليله هذيك الفيرميسيل غير بالعقل، نجمروها على نار تكون قليله حتى وين نكمل كامل الكميه. وشوفوا شربت لي كامل هذيك المرقه وراح تطيب لكم وتجيكم بنينه عسل. هنا نجي نستف هذاك الدجاج، تقدروا تحمروه في الكوشه مع هذاك اللحم والخضره. انا كنت درت الحميصه في الاخر تاع المرقه خاطش كانت عندي حميصه طايبه بالحار من الفوق، وتقدموها وبصحتكم.